فشل المغرب في الترشح لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي رغم محاولته المستمرة، وكان الفارق الكبير في الأصوات بين الجزائر والمغرب في هذه الجولة. كيف ترى تأثير ربما التوترات السياسية بين الجزائر والمغرب على دورهما في الاتحاد الإفريقي؟ وهل ربما ستؤثر هذه الخلافات على التعاون الإفريقي المشترك؟ هو في الحقيقة المقارنة بين مكانة التي تحتلها الجزائر في إفريقيا ومكانة دول أخرى، وأقصد هنا المغرب، لا يمكن مقارنتها. فالمغرب لو ينفق ما في الأرض جميعا من أجل يصل الإفريقي ما يستطيع. الجزائر لها مكانة تاريخية مثل ما قلنا عند الشعوب الإفريقية. عندما تذكر الجزائر عند أي إفريقي تجد عيناه يدمعان من اسم الجزائر. الجزائر هي التي حررت إفريقيا، بسبب الجزائر تحررت إفريقيا، ولكن بسبب المغرب إفريقيا اليوم تعاني. الشركات الإقطاعية الرأسمالية الأوروبية وغيرها تسيطر وتستنزف خيرات الدول الإفريقية بسبب تواطؤ نظام المخزن ضد مصالح الأفارقة. الجزائر استثمرت في صندوق التنمية الإفريقي بأكثر من مليار دولار من أجل تدعيم البنية التحتية في إفريقيا، ولذلك فلا يمكن المقارنة إطلاقا. فالمغرب الملتحق أخيرا بالاتحاد الإفريقي ويجلس جنبا إلى جنب مع الجمهورية العربية الصحراوية التي هي مؤسس للاتحاد الإفريقي، يحاول أن يستغبي العالم ويحاول أن يشوش على الدور الجزائري. الجزائر تدعم القضية الصحراوية بصفتها قضية عادلة وقضية تصفية استعمار مسجلة في الأمم المتحدة. الجزائر لا تكن أي عداوة للشعب المغربي الشقيق، ولكن للأسف نظام المخزن يكيد للجزائر في كل مرة. الجزائر تحقق نجاحات دولية إلا ويشوش عليها، ورأينا هذا سابقا في زيارة السيد وزير الخارجية الجزائري إلى دمشق، الزيارة الناجحة واللقاء الصحفي الذي أقامه هناك، وشهادة السلطة الجديدة في سوريا في دمشق عن العلاقات التاريخية ودور الجزائر في الأمن والسلم في حماية الأمن والسلم الدوليين. نرى أن المغرب يفبرك قصة من خياله ويحاول أن يضلل بها الجمهور. إذن مكانة الجزائر في إفريقيا لا يستطيع لا المخزن ولا غيره أن يحجبها عن الأفارقة، والأفارقة يعرفون جيدا من هي الجزائر وماذا يمكن أن تقدمه الجزائر، خاصة مع هذه النهضة الاقتصادية المباركة الجزائر الرشاوى التي دفعها المغرب في أروقة الاتحاد الإفريقي. كيف ربما تؤثر هذه الاتهامات على صورة المغرب في الساحة الدولية وكذلك الإفريقية؟ وهل يمكن أن تكون هذه الممارسات سببا في عزلته في المستقبل؟ اسمحي لي سيدتي بأن أعطيك مثالا. في سنة 2014 عندما شاركت الجزائر في كأس العالم وتأهلت إلى الدور الثاني ولعبت بطريقة جيدة وكان لها فريق قوي، المغرب من المفروض كان مبرمج له بأن يحتضن كأس إفريقيا في 2015، ولكن خوفا من فوز الجزائر بكأس إفريقيا في المغرب ألغى تلك الدورة بحجة وباء إيبولا، والاتحاد الإفريقي غرم المغرب وأقصى المغرب لدورتين متتاليتين. إذن الطرق غير المشروعة للنظام المغربي، بالإضافة إلى تبنيه سياسة التضليل الإعلامي وسياسة التهريج، فأصبحت سياسة منتهجة من قبل نظام المخزن. كلما شكلت أو كلما الجزائر واجهت يعني تقدمت في المحافل الدولية وكلما حققت نجاحات، إلا وترى نظام المخزن يحاول أن يشوش عليها. ولكن الجزائر والحمد لله بفضل سياستها الحكيمة وبفضل شعبها وبفضل تاريخها وبفضل أيضا مساحتها الشاسعة ومكانتها الاستراتيجية واقتصادها القوي ستكون لاعبا رئيسيا في القارة الإفريقية وكذلك في المجموعة الدولية،
شاء من شاء نعم. وأبى. تخيلوا معايا الخوت هذا الشيء كامل كذوب. وباش نشرح لكم بالتفاصيل، الاتحاد الافريقي فيه واحد المجلس اللي كيتسمى بمجلس السلم والامن الافريقي. الجزائر كانت كتحلم منذ سنوات باش انها تكون في الرئاسه ديال هذا المجلس، ولكن الدول الافريقيه ما صوتوش عليها ملي انتخبات هذا الموسم ورفضوها بشكل واضح. السبب سهل، هو ان الجزائر عندها مشاكل داخليه كبيره بسبب الكبرانات، الاقتصاد ديالها غارق وما قادش حتى تسير راسها، فما بالك انها تكون مسؤوله على الامن والسلم في القاره. بزاف ديال الدول الافريقيه كيشوفوا بان الجزائر دوله اللي كتخلق المشاكل وما عندهاش نفوذ قويه وما فيهاش ثقه، وعلاش غادي يعطيوها منصب حساس بحال هذا المجلس؟ ملي فشلت الجزائر وما خداتش هذا المقعد، خرج الاعلام الجزائري عاوتاني بالكذوب وقال للشعب الجزائري بان الجزائر فازت برأس هذا المجلس، وهو ما فازش به، ولكن خرجوا كيكذبوا على الشعب ديالهم. هذا الشيء كامله باش انهم يغطيو على الهزيمه ديالهم، وبحاولوا انهم يقلبوا الهزيمه ديالهم الانتصار وهمي باش يغطيو على الفشل الذريع ديالهم قدام القاره الافريقيه كامله. والمضحك في الامر متابعينا الكرام هو انه حتى الشعب الجزائري اللي ولا عارف مزيان اسلوب الكبرانات في التزوير والتلاعب بالمعلومات بدا كيتساءل كيفاش الجزائر فقدات الثقه ديال المواطنين ديالها غادي تربح الثقه ديال الدول الافريقيه كامله. الاعلام ديالهم خدام ليل ونهار كيحاولوا يروجوا لهذه الاكذوبه، ولكن الحقيقه ما يمكنش تخبى. الجزائر فشلات في الحصول على هذه الرئاسه، والدول الافريقيه وجهت لها رساله اللي هي كانت واضحه بانهم ما كيعتبروش بان الجزائر مهمه، وكيعتبروا بانها ما عندهاش مصداقيه، بينما كيعتبروا بان المغرب هو الافضل من الجزائر بالنسبه للدول الافريقيه، لانهم كيشوفوا بان المغرب كيساهم في تطوير القاره الافريقيه عكس الجزائر اللي كتقوم بعرقله الدول الافريقيه على التطور والتقدم. لهذا متابعينا الكرام بغيتكم كاملين تردوا عليهم في اسفل الفيديو في خانه التعليقات، وتكتبوا بزاف ديال التعليقات وديروا بزاف ديال اللايكات باش يطلع هذا الفيديو ونوصلوه ليهم ونردوا عليهم ويدخلوا ليه ويشوفوا التعليقات ديالكم والردود ديالكم في اسفل الفيديو في خانه التعليقات. لانه متابعينا الكرام كل ما درتوا بزاف ديال اللايكات وبزاف ديال التعليقات كل ما طلع هذا الفيديو ووصل لهم، وبالتالي غادي يدخلوا ليه ويشوفوا التعليقات ديالكم والردود ديالكم. لانهم بكل بساطه الخوت دائما ما كيخرجوا بهذه الاكاذيب، لانه ما تسطتش لهم من بعد ما شافوا الدول الافريقيه دائما ما كتختار المغرب باش انها تمثلها، لانهم كيشوفوا بكل بساطه بانه المغرب هي البلد الوحيد القادر على التطوير والتقدم بالقاره الافريقيه، عكس الجزائر اللي دائما كتقوم بعرقله جهود القاره الافريقيه نحو التقدم والتطور، عكس المغرب اللي دائما ما كيقدم تعاون ومساعدات للقاره الافريقيه ودائما ما كيساهم في التقدم والتطور اللي وصلت ليه اليوم. لهذا متابعينا الكرام كنعاود نطلب منكم انكم توصلوا هذا الفيديو لاكثر عدد ممكن من اللايكات ومن التعاليق، باش هذا الفيديو خصوصا الخوت هذا الفيديو هذا بغيتوا انه يوصلهم ويشوفوا التعليقات ويشوفوا الردود ديالكم، لانه بكل بساطه الخوت ما تسطتش لهم من بعد هذه الهزائم اللي ولاو كيتلقاوها دائما رغم انهم كيخرجوا بهذه الاكاذيب. لهذا وصلوا هذا الفيديو لاكثر من شير في لايك وكتبوا فيه بزاف ديال التعليقات باش نوصلوا لهم من الاعلام العالمي.